السلام عليكم، معاكم عبد الله فتحي صلى على النبي ويلا بينا. خطبة القضاء لسيدنا عمر بن الخطاب. اتفضلي يا امان. قال امير المؤمنين آسي بين الناس. لمن ارسلت الرسالة يا امان؟ لأبو موسى الأشعري. لأبي موسى الأشعري يا أستاذ. تمام يا أمان، أكمل العبارة. إحنا حفظنا نص يا ولاد، النص محفوظ. اه. طيب أيوة. اتفضلي. آسي بين الناس إلى آخره. على من أنكر. اتفضلي. آسف بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريك في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. جزاك الله خيرا يا بنتي. كويس. اتفضلي يا إناس. اختر بويع سيدنا عمر الخطاب بالخلافة سنة كام؟ 13 هجرية. صح، 13 هجرية يا جماعة. يقول القائل يا إناس: واجعل من ادعى حقا غائبا. من القائل؟ عمر الخطاب. تمام. قال: وأكمل إلى قوله تعالى: وأجلى للعمى. يعني ممكن من أول بقى إيه البين، واجعل لمن ادعى إلى آخره. طيب تمام ماشي. حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له بحقه واستحللت القضية عليه، فإن ذلك أنفى للشك وأجل العمى. طبعا يا ولاد يعني حفظ الناس صعب شويه، ولكن مع كسر الحفظ يا جماعه بيفرق معانا. انا قلت قبل كده يا ولاد، الحفظ يا ولاد انا مش طالب منك حفظ 100% من اول مره، ولكن اول مره 50%، تاني مره 60% يا جماعه، وهكذا. ماشي كده يا ولاد؟ طيب يعني اقول لك ايه، انا ما اعرفش احفظ، لا احفظ مره في مره في مره باذن الله تعالى يعني. اتفضل يا ملك. قال ابن سيدنا عمر الخطاب: يا ملك، البين على المدعى واليمين على الانكر. ملك، من قال النص يا ملك؟ عمر الخطاب. ولا أنواع الناس ينتمي؟ مش عارفة. طيب هو دلوقتي، طيب مين اللي يعرف يا جماعة أي أنواع النسر؟ كتابة الرسائل. الرسائل يا أستاذ. لا هو بص يا جماعة، مش في مرسل ومرسل إليه؟ يبقى رسالة مش رسالة؟ دي رسالة. طيب إنما لو وصية، معروف الوصية الخطبة في استمالة ومخاطبة المجتمع أو الرواد أو النادي. إنما هنا يا جماعة رسائل. تمام. فزينب، ما معنى البينة واليمين؟ البينة الدليل أو كل ما يثبت به الحق. نعم، كويس قوي. طب واليمين؟ الحلف والقسم. تمام، وجمعها أيمان يا جماعة، خلي بالنا منها. طيب محمد طارق قال: البينة على من ادعى يا محمد. اسلوب ايه ده يا محمد، انشائي ولا خبري؟ محمد طارق كده خبري. شاطر، لانه لا امر ولا نداء ولا نهي ولا استفهام، يا مش صح كده ولا ايه؟ يبقى خبري يا جماعه. صح. طب الغرض منه دايما ايه على طول؟ أمر. تمام، هو امر. تمام، بس غرضه ايه؟ الغرض منه. ها ما ذاكرتش الدرس ده قوي. طيب مالك رفع ايديها؟ النصح والإرشاد. النصح والارشاد يا استاذ. هو عامة يا جماعة الاسلوب الخبري اساسي التقرير، ولكن لو قال لي يا استاذ نصح وارشاد هنا، قال لي نصح وارشاد بقى هنا بقى، فالماشيين على المنهج يا جماعة. بس هو بينصحه بقى، صح ولا يا محمد؟ بينصحه يا محمد. محمود قال: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة يا محمود، وسنة متبعة إلى آخره. يا محمود، لمن أرسل عمر الخطاب هذه الرسالة؟ أرسل من يا محمود؟ أبي موسى الأشعري يا أستاذ. حافظ يا حودة النقطة دي. أما بعد فإنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له. أكمل يلا.
لما قال له آسي بين إيه؟ بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يأس ضعيف من إيه؟ من عدلك. السيد معنى القضاء وأدلي إليك. الحكم وإقامة العدل. تمام تمام ماشي يا أستاذ. بعد كده مين اللي على الدور؟ أحمد شعبان. فريضة محكمة والسنة متبعة يا أحمد بما أفاد العطف. التأكيد على فريضة قدسية القضاء. إيه؟ أيوه صح. العطف التأكيد على قدسية القضاء. تمام كويس. واسكت ولا كمل؟ أفاد العطف شاطر. التأكيد وأهميته في بناء المجتمع السليم. بالظبط كده. تمام كده يا أستاذ، كويس أوي كده. طيب من رسالة عمر الخطاب في القضاء يا جماعة البناء على المدعى إلى آخره. من قائل العبارة يا محمد يا عصام؟ ما أنا عارف هتقول لي ماشي. طيب ماشي يا ملك، اتفضلي يا ملك. طيب عمر الخطاب يا أستاذ بما لقب يا ملك؟ أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يا أستاذ. ومن لقبه بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لا. ها أبو بكر. بصي، هو لو قال لك بما لقب هنقول الفاروق، واللقب كده النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ولقب أيضا أول من لقب، أول من لقب أو ما إيه يا مستر؟ أمير المؤمنين. اتفضلي يا أمان. استخرج من العبارة أسلوب خبري يا أمان البناء على ما ادعى ولا على الأنكار. اتفضل. أسلوب خبري والغرض منه. أسلوب خبري. نعم. البينات على المدعى أسلوب خبري غرض نصح وإرشاد. طب استعارة يلا. استعارة صلحا أحل حراما تمام. أو حرم حلالا. تمام. استعارة ما تصور الصلح الذي أيوة. يحل الحرام ويحل نعم. الحلال ويحرم الحلال. تمام. بقاضي ظالم يبيح، بقاضي ظالم فاسد يبيح الحرام ويحرم الحلال. وسر الجمال التشخيص. تمام. طب التشخيص ليه يا أستاذ؟ لأن صورت بإيه؟ فيها مقابلة بين معنيين. تمام. يبرز المعنى وتوضيحه بالتضاد وهو محسن بديعي. طيب بص بقى، هو قال الاستعارة وما قالش محسن بديع، واحنا فرقنا يا مستر نخلي بالنا من اللون البياني. هنا بقى يا جماعة ممكن يشيل ده كله ويقول لك إيه؟ واستخرج لون بياني. ما انتهش بقى، هو هنا ريحك بقى. يبقى ايه الاستعارة بالظبط كده. طب لو قال لي استخرج محسن بديعي اطلع التضاد بقى. ماشي يا جماعة؟ اتفضلي يا اناس. اكمل بقى يا اناس. احنا قلنا بقى الاسلوب الخبري يا جماعة هنا. ماشي. بعد كده اكمل. خير من التمادي من اول ولا من عناق قضاءته امس فرجعت اليوم في عقلك وهديت في لرشدك ان ترجع الحق فان الحق قديم لا يبطل يا اولاد شيء ومراجعة الحق خير من التمادي فين؟ في الباطل يا اولاد. اتفضلي يا امان. اما بعد من قال العبارة قلنا عمر الخطاب الى اي انواع النص يا امان؟ رسائل. الرسائل يا استاذ. هو مين اللي عليه الدور اصلا؟ ايمان ولا اناس؟ انا قلت اناس صح. طيب اتفضلي يا اناس. معنى القضاء ومحكمة وسنة. اتفضلي يا اناس. قضاء الحكم وإقامة العدل. تمام. محكمة موكلة ومنتظمة بدقة. نعم. فريضة. وسنة الطريقة أو الحديث. تمام. السنة الطريقة يا جماعة. جمع سنة ايه؟ يا ملك. جمع قضاء ايه يا ملك؟ يا ملك. جمع قضاء ايه يا ملك؟ مش عارف. ليه؟ طب جمع فضاء ايه؟ قضاء مش عارف برضه. ما طيب اتفضلي يا اناس. الحكم والإقامة. لا انا عايز الجمع يا اناس مش عايز المعنى. اللي رفع ايده. اتفضل. زينة. القضاء. لا قيسوا بقى. يعني لو قلنا مثلا جمع طعام ايه؟ سيد. أقضية. جمع قضاء أقضية. جمع قضاء أقضية. بصوا يا جماعة لو الجمع هنتوه فيه يا ولاد. ما سمعتش عذرا يا ولاد، ما سمعتش يا ناس. لو الجمع هنتوه فيه هاتي كلمة شبهها في الوزن وقيسي عليه. فاهم الفكرة؟ فجمع طعام أطعمة، جمع فضاء أفضية، جمع قضاء أقضية. وصلت كده؟
لو هتوه في الجامع يا ولاد اعملوا الطريقه دي، هتفرق معاكم في الحل قوي يا ولاد. زينب استخرج اسلوب انشاء يا زينب. فافهم. نعم، من اول بقى قال لك استخرج من اول فين؟ رقم العباره اما بعد دي يعني اسلوب انشاء. فافهم. نعم فافهم، اسلوب انشاء نوعه امر، غرضه النصح والإرشاد. النصح والارشاد يا استاذ. هو اسيب انشاء يا جماعه، امر ده تمني ايه؟ استفهام ونهي. بعد زينب محمد طارق، اتفضل يا محمد. بيقول لي يا استاذ الفهم قال العباره قلناه، والمن قالها قلناها يا استاذ. ونوع النثر قلنا الايه؟ الرسائل. وهات يا محمد معنى تلجلج. معنى ايه؟ تلجلج او يتلجلج. ما هو قال له الفهم بقى وكده يعني. يتلجلج. طيب مش عارف اللي رفع ايديه يا ولاد، اللي رفع ايديه. طيب يدور ويتردد. يدور ويتردد. طب الاشباه؟ الامثال او الامور ايه يا ولاد؟ او الامور المتماثله. الامثال او الامور المتماثله او المتشابهه يا ولاد، دي الاشباه. طيب ماشي. محمود استعاره مكنيه يا محمود. اتفضل يا محمود. استعاره مكنيه يا محمود من القطعه. معرفهاش. طيب بعد محمود السيد. اتفضل يا سيد. استعارة تجد في صدرك وتزمر في صدرك. فيما يتلجلج في صدرك، دي استعارة مكنية. جسم المعاني والأفكار بشيء مادي يتحرك. يا ولاد بشيء مادي يا ولاد يتحرك يا جماعة. يتحرك بالظبط. طلع لي يا سيد مجاز مرسل. مجاز مرسل صدرك برضه. العلاقة تبقى ايه؟ علاقة محلية عن القلب يا أستاذ. شكرا يا سيد. أحمد شعبان أسلوب إنشاء يا أحمد. اسلوب انشائي. اعرف. ماشي. وقس. اعرف وقس. إنشاء نوعه إيه؟ اسلوب انشائي نوعه الامر. أمر، غرض النصح والإيه؟ والإرشاد، صح كده؟ تمام. محمد عصام كان ما ذاكرش. إيمان حافظة إيمان وأجل العمى لا لسه الباقي ده لسه ما كملتش. تمام ماشي. فاحنا قلنا وقس الأمور بنظائرها. اتفضلي يا ملك. الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بنظائر. تمام. واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أبدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخص له بحقه واستحلت القضاء عليه، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. نعم جزاك الله خيرا يا ولاد. لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة. لايك على الفيديو، حاجة بسيطة منك ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.